يا مساء الخير عليكم من راديو الحياة اف ام وبرنامجكم من جوه البر. النهارده عن حلقتنا بتدور حوالين سؤال مهم جدا: يا ترى النجاح اللي احنا بنحققه في حياتنا هو قرار، اختيار، ولا هو حظ؟ وقبل ما نجاوب على السؤال بتاعنا هنحكي حكاية صغيرة. عارفين توماس اديسون اللي هو مخترع المصباح الكهربي؟ بعد ما خلص الاختراع بتاعه سألوه سؤال مهم جدا: هو انت ازاي برغم عدد مرات الفشل اللي انت فشلتها واللي كانت أكتر أو ما تقارب ما حوالي كده 1000 مرة، إزاي أنت قدرت تاخد التجربة دي وتنجح؟ رد عليهم بإجابة على قد ما هي بسيطة ولكن قوية. قال لهم: أنا ما كنتش بفشل في ال1000 مرة، ولكن كنت كل مرة بفشل فيها كان بيبقى بالنسبة لي ده تحدي وتعلم. أنا كنت بتعلم في كل مرة هو ليه المصباح أصلا مش بينور. من هنا عرفنا إن المشكلة مش في كتر المحاولات، ولكن القصة كلها في العقلية نفسها بتاعة الشخص اللي بيحاول. هو بيحاول علشان ده تحدي بالنسبة له محتاج إن هو ينجح فيه، ولا هو بيحاول وخلاص من غير ما يتعلم من الأخطاء اللي هو بيمر بيها. وده اللي بيفرق عقلية الشخص اللي عايز ينمو من عقلية الشخص اللي حابب إن هو يكون ثابت في مكانه. وده اللي احنا بنسميه عقلية الثبات وعقلية النمو. وده اللي إن شاء الله بإذن الله هنعرفه بعد الفاصل، وهنعرف كمان إجابتنا: هل النجاح قرار ولا اختيار ولا حظ؟ تابعونا. ومنتظرين أسئلتكم على السؤال بتاعنا: هل النجاح قرار ولا اختيار ولا حظ؟ وهنبدأ بكلمة حظ. هو أصلا النجاح ينفع يكون حظ؟ ببساطة كده بس ليه شروط: إن أنت أصلا تتوافر إمكانياتك مع وقت عرض الفرصة. يعني مش حظ وخلاص، ده انت لازم كمان في الوقت ده تكون جاهز، لانك لو مش جاهز، لو مليون فرصة جاتلك انت مش هتعرف تستغلها ومش هتبقى مناسبة بالنسبة لك. حتى لو خدت الفرصة دي هتضيع منك عاجلا ام آجلا، هتضيع منك. فهنا الحظ هو امكانياتك مع وقت عرض الفرصة، بس كده. هنا بقى بنيجي للعقلية الأولانية اللي هي عقلية النمو. الشخص اللي بيبقى عايز فعلا يكون محظوظ لازم يكون عنده جاهزية من قبلها، فبيمشي بعقلية النمو. أنا لازم أكون جاهز، أنا لازم أكون مستعد، أنا لما الفرصة تجيلي لازم أكون قدها. فبيعمل إيه بقى؟ بيقرر قرار واعي. القرار ده بيتبعه مجموعة كده من الاختيارات. طول ما هو ماشي بتقابله عقبات أو نوع من أنواع الفشل، خطوة ما بيعرفش يكملها، حاجة بيبقى محتاج مساعدة فيها. وهنا بقى بيجي دور الاختيار: هو هيختار يكمل ولا هيختار ان هو يقف ويقول لا مش لاعب، المكان ده مش بتاعي، انا همشي منه، انا مش هكمل التجربة دي، انا مش عايز النجاح ده. النجاح هنا قرار واعي بعديه مجموعة اختيارات، زي مثلا سلوك معين انا عايزة ابطله، ابدل حاجة بحاجة، في حاجة في نفسي عايزة اطورها،
بحيث ان انا اكون مستعد. فعشان كده لازم نبقى عارفين امتى نفعل عقلية النمو وامتى نكون ثابتين في مكاننا. هنكون ثابتين في مكاننا لما يكون اصلا احنا مش مهيئين نفسيا، محتاجين ان احنا نجهز اكتر، نستعد اكتر. فدي بتبقى لحظة ثبات، ولكن هي لحظة وعي. انا محتاج اشوف خطواتي اللي جاية عاملة ازاي، مش بتبقى ثبات وخلاص، ده انا بفكر في الخطوة الجاية انا هعمل فيها ايه، هي متطلباتها ايه بالنسبة لي، علشان لما اخطي الخطوة اقدر ان انا اكمل فيها واقدر افعل عقلية النمو بالنسبة لي. وعلشان نعرف الفرق ما بين الاتنين، فاحنا محتاجين نعمل كده مقارنة ظريفة لطيفة كده ما بينهم، ما بين الراجل صاحب عقلية النمو وما بين الراجل صاحب عقلية الثبات. الشخص صاحب عقلية النمو ده أول حاجة بيبقى عنده رؤية وهدف وخطة. رؤية، هو انت أصلا رؤيتك ايه للفترة الجاية في حياتك؟ بناء على الرؤية دي انت بتحط أهداف، وبعد ما بتحط الأهداف دي انت بتحط خطة لكل هدف انت بتمشي فيه. علشان كده دايما وهو ماشي في الطريق بيشوف الخطة دي هل هي مناسبة ولا مش مناسبة، نسبة نجاحها ايه، هل هي قابلة للنجاح ولا دلوقتي مش وقتها ومحتاجين ان احنا نشتغل على الخطة دي اكتر. تاني حاجة بيبقى عنده قابلية للتعلم والتطوير. هو شايف ان النجاح مش مجرد بس ان انا الاقي فرصة مناسبة واشتغل عليها، لا ده انا لازم كمان اشتغل على نفسي واطور منها في كذا مجال. علشان كده دايما بيجهز لنفسه قبل الفرصة اللي هو عايزها. يعني مثلا هندي مثال، لو واحد عايز يروح يشتغل في اي بلد مثلا وليكن ألمانيا، فبيعمل ايه؟ بيجهز إمكانياته، سواء بقى كانت إمكانياته التقنية أو إمكانياته اللغوية. بياخد لغة كويس، بيعرف طباع أهل البلد اللي هو عايز يسافرها، بيشتغل على الحاجة اللي هو أصلا عايز يسافر عشانها، بحيث إن أول ما تجيله الفرصة يكون مستعد لها، مش مجرد بس أنا عايز أسافر وخلاص. حاجة تاني مهمة، بيدرس كل حاجة قبلها وبيحط خطة وخطة بديلة علشان يشوف نسبة النجاح من نسبة الفشل. فبيسأل نفسه 4 أسئلة وبيدور على 4 حاجات. بيسأل نفسه 4 أسئلة اللي هم ماذا ولماذا وماذا لو وكيف. وهقول لكم ايه هم ال4 أسئلة دول. ماذا يعني ايه هي الحاجة دي، ايه هي الحاجة اللي أنا عايز أنجح فيها بالظبط كده. بيجمع كل الداتا اللي تخص الحاجة اللي هو عايز ينجح فيها. لماذا؟ ليه هو عايز ينجح فيها؟ هدفه هنا من النجاح ايه؟ هل هو هدفه مادي ولا هدفه شهرة ولا هدفه بوزيشن عايز يوصله؟ هدفه ايه علشان يعرف هو هيمشي للهدف ده ازاي. ماذا لو، ايه اللي هيحصل لو هو نجح في المجال ده، وايه اللي هيحصل لو هو منجحش، ايه الحاجات اللي هيكسبها وايه الحاجات اللي هيخسرها. مكسب وخسارة، عشان لو كانت نسبة الخسارة أكبر من نسبة المكسب فبالتالي ما بيعملش الحاجة دي وبيتنقل لحاجة تانية. كيف؟ إزاي يقدر ينجح فيها؟ إيه الحاجات اللي هو لازم يعملها علشان ينجح في الموضوع ده، سواء بقى كانت خطوات، سواء كانت تطوير، سواء كانت إمكانيات. لازم يعرف هو هينجح في كل حاجة إزاي. تمام؟ وهنا بقى هيدور على 4 حاجات علشان يعرف ينجح ازاي. يبقى لازم يعرف نقاط قوته ونقاط ضعفه والتحديات وكمان الفرص. نقاط قوته، هو عنده ايه اللي يمتلكه في شخصيته او في اي امكانيات متاحة بالنسبة له علشان النجاح ده يكمل. نقاط ضعف، ايه الحاجات اللي محتاج يطورها في نفسه، او ايه الحاجات اللي محتاج يشتغل عليها او اللي ناقصاه علشان يقدر يزودها أو يشتغل عليها. وهنا بقى هنيجي للتحديات، ايه الحاجات اللي تمنعه أصلا إن هو يوصل.
ايه الحاجات اللي ممكن تقف في طريقه وتحول الطريق ده بدل ما هو طريق نجاح لطريق فشل. ايه المعوقات اللي ممكن تقابله، سواء بقى كانت المعوقات دي مادية أو بشرية، ناس مش عايزينه ينجح، مدير مش عايزه يوصل، أهل مش بيدعموا، بيئة مش مساعدة، ماديات مش موجودة. أي معوقات ممكن تقابله علشان هو ما ينجحش، ولازم يعرف هو هيتعامل معاها ازاي، وهل فعلا هتأدي ان هو يفشل في الحاجة دي ولا هتأدي ان هو هينجح فيها لو عرف يشتغل عليها صح. رابع حاجة الفرص. بعد ما عمل كل ده، هل في أصلا فرص متاحة ليه في الحاجة اللي هو عايزها ولا مفيش فرص متاحة؟ أنا ممكن أتعلم حاجة لمجرد الموهبة، إن أنا بحبها، إن أنا شغوف بيها، لكن هل هي ليها فرص حقيقية هتخدمني يعني هتخدمني في المستقبل، هتعود عليا بعائد مادي أو اجتماعي أو معنوي، ولا أنا بحبها وكده وخلاص؟ زي شخص مثلا بيحب مهنة ما أو هواية ما، تمام، ولكن هي على أرض الواقع هتبقى نجاح شخصي ليه هو، مش هتسبب له النجاح المادي اللي هو أصلا كان هدف ليه من البداية. في الحالة دي ما هي إلا هواية، مش هيعرف يكمل فيها لو هو هياخدها في مجال عمل. تمام. فدي كده عقلية الراجل اللي عايز إيه، ينمو ويكبر. طيب صاحبنا التاني اللي هو أصلا ثابت في مكانه، عارفين كده بالظبط هو عامل زي الراجل الروتيني اللي بيصحى من النوم، يروح على الشغل، يرجع من الشغل، ياكل، ينام، وهكذا، ويفضل ماشي في نفس السيركل اللي ما بتخلص. تمام. فتلاقيه بقى ولا عنده رؤية ولا عنده هدف ولا عنده خطط ولا عنده حاجة في أي حاجة، وتلاقيه من نوعية الناس اللي بيصحى من النوم ويشوف الكلام على ايه. تسأله بكرة عندك ايه، نفسك تعمل ايه، نفسك تبقى ايه، هيقولك لما يجي بكرة يحلها ربنا. شخص روتيني جدا فوق ما انتوا تتخيلوا. فهتلاقيه كده دايما بيقولك ان النجاح ده او الشخص الناجح ده هو شخص اصلا ناجح بالفطرة، ولا اشتغل على نفسه ولا حاجة، ده الفرصة ساعدته. او تلاقيه بيقولك لا انا كده عاجبني نفسي، انا مرتاح كده، انا مبسوط كده، انا هي دي ظروفي، انا هي دي امكانياتي، انا ما اقدرش ابقى احسن من كده. الراجل ده اصلا هو مش فاشل، ولكن هو متبرمج على حاجة معينة، عقله متبرمج على حاجة معينة من وهو صغير. لكن هو لو قرر ان هو ينجح وفعلا ابتدى يمشي خطوات حقيقية هيقدر، زيه زي اي حد. ربنا سبحانه وتعالى قال وفي انفسكم افلا تبصرون. كل حاجة موجودة جوانا، بس احنا محتاجين ان احنا ندور عليها، ندور على النجاحات اللي جوانا. كلنا عندنا نقاط قوة، لو استغلينا نقاط القوة دي هنقدر نكمل، وهنقدر ان احنا ننجح في اي حاجة احنا محتاجينها او اي حاجة احنا بنتمناها. طيب الراجل ده كمان مش بيحب التحديات، لانه اصلا بيخاف. هو اصلا بيخاف يخش تحدي علشان ما يفشلش. هو سمع كلمة انت فاشل دي كتير جدا، لدرجة ان هو صدق ان هو فعلا فاشل، معرفش يكتشفوا امكانياته. ده الموظف اللي صاحب الشغل معرفش يكتشف هو يعرف يشتغل في ايه، فمعرفش يبدع في ايه. تمام. كمان في حاجة تانية، هو اصلا مش بيحب يجرب، ما بيحبش يجرب حاجة، ما بيحاولش يجرب حاجة جديدة. تيجي تقوله تعالى نعمل المشروع الفلاني يقولك لا انا مش هخسر شغلي علشان خاطر اعمل مشروع ممكن يفشل وممكن ينجح. طيب تعالى نعمل الحاجة نتعلم الحاجة الفلانية، لا أنا مش هاخد وقت من وقتي واتعلم حاجة ممكن تنفعني وممكن ما تنفعنيش. هو أصلا مش بيحب التجربة. وعشان كده احنا محتاجين نعرف ازاي نخرج نفسنا من الدايرة دي لو لقينا نفسنا فيها لدايرة النمو. لازم تعرف ايه هي امكانياتك، ولازم تكتشف نفسك، ولازم تعرف ايه الحاجات اللي انت تقدر تشتغل عليها عشان تخرج من الجزئية دي للجزئية دي. وهي مش صعبة، هي بس محتاجة منك ان انت تكون واعي بكل حاجة فيك، الحاجات اللي انت بتحبها، الحاجات اللي انت بتكرهها،
الحاجات اللي انت بتعرف تعملها، الحاجات اللي سهل عليك تتعلمها، الحاجات اللي في إمكانك إن انت تحققها. وأهم من ده كله إن احنا عندنا 3 خطوات محتاجين إن احنا نعملهم. أول حاجة أتعلم كلمة لسه. كلمة لسه دي اللي هو لما أجي أعمل حاجة وأحس إنها فشلت مني، أو أنا لسه في حاجة ما اتعلمتهاش، أنا لسه في حاجة محتاجة أعرفها، أنا لسه في خطوة ما خطيتهاش. تاني كلمة وهي كلمة أنا ما بخافش من الحاجة دي، أو أنا مستعد للحاجة دي. فجرب حاجة جديدة أنا بخاف منها، أحاول أجربها بالتدريج. يعني زي مثلا أنا بخاف أكلم حد معين، فوأنا ماشي كده أقول له سلام عليكم، أقول له سلام عليكم وأمشي عادي جدا. المرة الجاية وأنا ماشي أقول له السلام عليكم وأقف ثانية استناه يرد. كأن بالظبط ببرمج نفسي إن الحاجة اللي أنا بخاف منها دي لأ، ده أنا ممكن أعديها بسهولة، ولكن بالتدريج. تالت حاجة بقى، وده مهم جدا، تحدي النقد. الناس اللي بتخاف إنها تجرب حاجة جديدة لمجرد إنها بتخاف من النقد، لأ، اسمع اللي بينتقدك سواء كان الكلام ده عاجبك أو مش عاجبك، وقول أنا عرفت إيه من الكلام ده هيفيدني. ما تاخدش الكلام على محمل شخصي. اللي هو بيقوله ده هل هيفيدني؟ في حاجة منه أقدر أستخدمها علشان أبقى كويس، علشان أبقى أطور من نفسي؟ مش لازم كل حاجة تاخدها على صدرك. كلام زي ما بيقولوا كده مش بفلوس. كل واحد محتاج ان هو يقول رأيه، ومحتاج ان هو يقول اللي هو عايزه. انت هتسمع الكلام ازاي؟ وبعد الفاصل ان شاء الله هنقول اهم حاجة محتاجين ان احنا نعملها واحنا بندور على طريق النجاح. ورجعنا لكم بعد الفاصل علشان نقول ايه الخطوات او ايه الحاجات المهمة اللي لازم ناخد بالنا منها واحنا في طريق النجاح. ومعانا سؤال حلو جدا: ازاي اكمل لما احس ان انا مش قادر او فقدت الحماس؟ هنا لازم نكون عارفين حاجة مهمة، ودي اول حاجة كنا اصلا هنتكلم فيها، ان النجاح مش خط مستقيم. النجاح فيه صعود وهبوط. اللي عايز ينجح ما بيستناش في القاع، بيلملم نفسه كده بسرعة ويشوف ايه الاسباب اللي وقعته وبيطلع على طول. تاني حاجة لازم تكون في بيئة داعمة. لو فقدت الحماس اختار حد معاك ياخد بإيدك. يعني لو انت بتتعلم حاجة جديدة اتعلم يبقى معاك اصحاب في الجزئية دي او في الحاجة اللي انت بتتعلمها دي، ياخدوا بإيدك، يكون هم اصلا عندهم شغف اعلى منك مش اقل منك. لان هم لو عندهم شغف بالحاجة اللي بيتعلموها اعلى منك هتلاقيهم بيشدوك معاها. من الاخر كده في مثل بيقولك الصاحب ساحب، هتلاقيهم سحبوك كده معاهم للحتة اللي انت عايز توصل لها. فاختار بيئة داعمة. اعرف ان انت النجاح مش خط مستقيم، ده في منحنى. ما تفضلش دايما في القاع، لملم نفسك واطلع تاني. ليه انت شايف النجاح ممكن يكون مادي فقط؟ انت محتاج تراجع القيم بتاعتك، تعرف انت المادة عندك بتمثل لك ايه.
هل انت النجاح بالنسبة لك ان الشخص يكون معاه فلوس ويقدر يحقق كل الحاجات اللي هو عايز يحققها من خلال الماديات بس، ولا النجاح ان انا اكون شخص من جوايا ناجح وعارف افيد نفسي وعارف افيد المجتمع والمكان اللي انا موجود فيه؟ فانت هنا محتاج تعرف قيمك كويس قوي وتتعرف عليها. نصيحتي ليك، اتعرف على نفسك اكتر من كده. اعرف المادة يعني بالنسبة لك ايه، الفلوس بالنسبة لك ايه، وليه اصلا انت شايف ان النجاح بقى مادي بس. صح جدا، وهو ده فعلا اللي احنا قلناه. هو النجاح قرار بيتبعه اختيارات، انت بتختار هتعمل ايه، ولكن لازم يكون عندك شيء من الاستمرارية. الاستمرارية اهم بكتير قوي من قرار كبير انا اخده وما كملوش. في مقولة بتقول، او هو تقريبا حديث، قليل دائم خير من كثير متقطع. في سؤال تاني؟ لا ما جاوبت. اه ان احنا ناخد معانا في الطريق حد يكون داعم. انا محتاجة اتعلم مهارة معينة، ما اروحش اتعلمها مع ناس بيحبطوني. انا مثلا دلوقتي عايزة اروح اتعلم مهارة الثقة بالنفس، ما اروحش اصاحب ناس ما عندهمش اصلا ثقة بنفسهم، هم اصلا محبطين. يعني في مثل كده، يعني هي كانت مقولة في فيلم، واحد مصاحب علي علوكة وأشرف كخة يعني منتظرين يطلع دكتور؟ أكيد لأ. فإحنا هنا محتاجين إن إحنا نحط نفسنا في بيئة داعمة، أشخاص بيدعمونا، نعرف المدخلات اللي بتخش لنا إيه. من ضمن عملية النجاح إني أبقى عارف إيه الحاجات اللي أنا بدخلها عقلي. السكرول اللي أنا بعمله طول اليوم أنا بعمله بأنهي هدف؟ في حاجة كده في حالة كده بتصيبنا اسمها تعفن الدماغ. دي بتبقى نتيجة ان انا بدخل معلومات سريعة 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 لدماغي من غير اي هدف ومن غير اي معنى. فاختار ايه اللي انت بتدخله في دماغك. فاحنا هنا هنقول الخلاصة. خلاصة النجاح ان النجاح مش خط مستقيم، النجاح خط فيه صعود بهبوط، عامل زي الزجزاج كده بالظبط. ممكن تمشي كده بعد كده تقع، لملم نفسك واطلع تاني بسرعة. اعرف انت وقعت ليه وتفادى الأخطاء وحاول تحولها لتحديات واكتشافات. زي عمنا اديسون كده في أول الحلقة، اللي حول تقريبا 999 فشل لاكتشاف وتحدي عشان يقدر يوصل للنتيجة في الآخر اللي هو عايزها. اختار بيئة داعمة، ناس يدعموك مش ناس يحبطوك. اعرف ايه المدخلات اللي انت بتدخلها لعقلك، انت بتأكل عقلك ايه، انت بتغذيه ايه. تمام. تعلم دايما كلمة انا لسه في حاجة معرفهاش، انا لسه في حاجة ما اتعلمتهاش. لما تقع قول انا كنت في خطوة محتاجة اخطيها. دور على الخطوة وان شاء الله بإذن الله هتلاقيها. ونشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله.